بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ ويا رب تكونوا بخير. ان شاء الله إن حلقه النهارده هتبقى خفيفه ولطيفه كده، حلقه هاديه. هنمهدك برضو، ودي تعتبر يعني استراتيجيه بسيطه تقدر تبقى تستخدمها. اخرك فريم ال4 ساعات فيها، ما ينفعش تنزل عن كده. تمام. انا عارف ان انا داخل سخن شويه، بس معلش. اول حاجه قبل ما نبقى نشرح، ما تنساش تبقى تعمل لايك وسبسكرايب للقناه. لو عندك اي استفسار يا ريت تبقى تسيبه تحت في الكومنتات. وعلى فكره، الكورس دهوت انا كاتب لك عليه تحليل فني. هل انا بستخدم الكورس دهوت في تداولاتي؟ مش كله، بستخدم اجزاء. بس في اجزاء كتير مش بستخدمها، ومستقبليا هتبقى تعرف ليه. لان انا مش هينفع وقايل برضو كده يعني انا في الاول قلت ان الكورس ده لو انت لسه مستواك مبتدئ تماما، فاهم؟ مستقبليا واحده واحده هتتطور معايا، بس مش هينفع نيجي نقول لك وانت واحد مبتدئ الاختلال في السوق وفي فراغ سعري او فجوه سعريه، امبالانس او فير فاليو جاب، او ما ينفعش نيجي ندخلك في الموضوع ده هو على طول، فاهم؟ فاتمنى ان انت تتفهم حته زي دي، عشان ما حدش مثلا يجي يقول انت بتخش الصفقات بطريقه مختلفه عن الكورس اللي انت بتشرحه. انا قلت لك هنشرح الكورس دهوت مجاني، انا مش مستني منك حاجه، فمش هضيع وقتي عشان اشرح لك حاجه ما تفيدكش بعدين. بس انا برضو حبيت انوه للمعلومه ديت، يعني عشان تعرف ان انت لسه في البدايه. وخلينا في اللي احنا جايين نشرحه النهارده. هنشرح ترندات دي مارك. ترندات دي مارك يعني ايه؟ يعني انت مثلا عندك هنا كده رسمه للسوق. كده 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 كده، ولا ماشي تمام. عندنا ده مثلا سوق قدامك اهو. لو انت جيت تقول لي، هتقول لي ده سوق صاعد، هقول لك مظبوط. بص كده مثلا، انت عارف السوق الصاعد انت المفروض بتخش فيه ازاي؟ هتقول لي برسم بتاع ده في شكل زي ده، بحدد الدعوم والمقاومات. عندنا دي منطقة دعم، كلامك مظبوط. ودي منطقة مقاومة اتحولت لدعم، كلامك سليم. وبندخل من هنا. طيب، اول حاجة على فكرة، انت لو رسمت اي دعم او مقاومة هتلاقي ان السعر بينزل يسحبه وبعد كده يصعد. مش عايزك تخاف. يعني ممكن تلاقي حتى نازل بديل شمعة وبعد كده راح صاعد عادي، او العكس لو في الاتجاه الهابط. كل ده عادي تماما وانا متفهمه. وبرضو دي حاجة اسمها سيولة، يعني مجرد اسمعها مني وارميها كده وخلاص، عشان هشرحها لك بعدين ان شاء الله بافضل شكل ممكن تشوفه على اليوتيوب. يعني هتشوف، مش عايز ابقى احرق حاجه. بس عامه خلينا مع بعض كده. ترند دي مارك ده بيترسم ازاي؟ السوق قدامك صاعد، انت عايز تشوف كسر لده مثلا. هتقول لي ايه؟ طب ما زيه زي اي كسر ترند سنوي، لان احنا قلنا مثلا ايه؟ ترند دوت صاعد اصلي صاعد، يعني بقاله سنه. عايزين نشوفوا اي ترند سنوي. هقول لك في بتاع ده، في ترندات دي مارك خاصيه مختلفه، وهي ان اول حاجه احنا بنرسم على اجسام الشموع، مش الديل، الجسم فقط. تمام. وعامه برضه عشان تكون فاهم، الجسم اقوى من الديل، لان الديل ممكن يكون سحب سيوله، اما الجسم هو الاصل بتاع الشمعه، هو الكلام الموثوق منها. لكن الديل دوت مجرد ممكن يكون حصل، يعني طلعوا الناس مثلا يعني سيوله، ما هنقول لك مش عارف نجيبها لك بقى، هي سيوله. تمام. بس ترند دي مارك لازم بيكون على جسم الشمعة، واخرك تنزل لحد فريم ال4 ساعات. عامة خلينا نخش في الشموع على طول عشان تعرف انا قصدي ايه. خلينا نمسح ده، وخلينا نمسح الانديكيتور. انا مش بستخدم مؤشرات اصلا في تداولاتي. احنا دلوقتي على فريم اليوم، عايزين ترند هنا مثلا 2021. بص، السنة كلها هابطة هنا. تمام. طيب، انت دلوقتي الاتجاه كله هابط، فانت بتدور على كسر الصاعد، مظبوط؟ تقول لي مظبوط. هنقول لك هنا، خلينا كده في الجزئية دي. انت شايف هنا ترندي دي مارك؟ هتقول لي انت قلت ايه؟ ترندي دي مارك بيكون على اخر 2 سوينج، مظبوط. انت شايف ان هنا في سوينج؟ ممكن تقول لي ده. هقول لك لا، ده مش سوينج. ثواني، احنا عايزين الري هنا كده كده. ده مش سوينج يا جماعة. ليه؟ لان السوينج محتاج يكون يعني موجة زي دي، موجة اكتر من شمعة، اكتر من يعني اكتر من شمعة اتكونت سببت ان ارتداد. لكن هل دي اكتر من شمعة؟ لا، دي شمعة واحدة. فده مش سوينج. طيب انت عايز ايه هنا؟ مفيش. هنا النموذج ده فشل معانا. ثواني. هنا مفيش ترند دي مارك. طيب نكمل هنا مثلا اهو.
شفنا هنا انعكاس، بعد كده السعر نزل ما كسرش المنطقة دي، شكرا. هنا مع كسر ده بندخل حضرتك من ايه؟ بندخل من هنا. طيب بتستهدف فين؟ ده استهداف اول. وعلى فكرة استهداف اول يعني شرط انك تجني، ضروري انك تجني، ده استهداف اول. انا عامة في استهدافاتي لما مثلا بنحدد منطقة ونقول ده استهداف اول بالنسبة لي او تي بي اول، لازم بنجري من عنده جزء، وعلى حسب الصفقة اوقات بنروح حاطط الاستوبلوس بتاعي على الدخول، واوقات بنحط الاستوبلوس في مكانه مش بنحركه. ده على حسب حاجات تانية مستقبليا برضو في إدارة الصفقات هنبقى نشرحها له. تمام. فانت هنا بتجني برضو، هنا كذلك الامر اتكون هنا وهنا مثلا اهو. ممكن انت تقول دي شمعتين، هل ده انت هتحطه كبتاع ده؟ اللهم صل على سيدنا محمد. كسوينج اقول لك لا، ان احنا زي ما قلت لك عايزين نشوف موجة. هنا السعر نزل، يبقى هنا السوينج بتاعنا موجة اتكونت، وغير كده كان في موجة هنا، بعد كده السعر بص بيرد في موجة، مش بيرد على طول، مش شمعة شمعتين ويجري، لا. وبخلاف كده انت هيشرح لك حاجات تانية، هتعرف مثلا ان المستقبلية ده انت باللي انت عارفه دلوقتي، ثواني، ده اسمه ايه؟ ده قاع، تحول هنا القمة وبعد كده السعر نزل من عنده. انت تعرف حاجة تانية؟ لا. مستقبلية انت هيبقى اسمك ده عندك اسمه بريكر بلوك. ده على فكرة ان انا اقول لك الحاجات دي يعني فيها ميزة وفيها عيب. عيب ان انا بنفتح دماغ يعني، ميزتها هي عيبها ان انا بنخليك تخش على حاجات ادفانسد او متقدمة بالنسبة لك، وميزتها ان انا بنخلي عندك قابلية ان انت مستقبليا تفهم الحاجات دي مني، وبعدين هتعرف ان دي سيولة، وهتعرف بعد كده ان ده اوردر بلوك. بعد كده لما يكون في فايبوناتشي عند ال50% فايبوناتشي، فانت في قصص هتعرفها هتخليك تخش هنا صفقة متكاملة بالنسبة لك، تدخل بلوت. يعني مثلا لو بتدخل على طول بنسبة 1%، ممكن هنا تدخل بنسبة 3%. مش عايز أفور معاك الموضوع، يعني خلينا في ترندات دي مارك لحد دلوقتي. احنا قلنا ان هنا ترند دي مارك اهو، استهدافك الاول فين اهو، تدخل هنا ستوب هنا وتستهدف استهداف اول، انا اسف، استهداف اول هنا، واستهداف تاني هتبقى تعرفه بالفايبوناتشي، لان الفايبوناتشي ان شاء الله هيبقى الحلقة الجاية. تمام. عندك برضو انا عايزك انت تروح تقعد مع ترندات دي مارك. عندك لو انت هنا في الجزء ده هتحط ترند دي مارك فين؟ تحطه هنا ولا هتحطه ازاي؟ بص، خلينا بالتكست ولا استنى، هتحطه هنا رقم 1 ولا رقم 2؟ جاوب كده تحت، او جاوب مع دماغك، مش شرط ان انت تنزل تعمل كومنت، بس اتمنى يعني لان ده هيرفع في الفيديو. طيب أت... يعني هعتبرك فكرت وجيت. واحد غلط، 2 غلط، احنا نحطه هنا زي ما قلت لك على جسم الشمع. طب واحد غلط واتنين غلط ليه؟ لان واحد اهو شمعة رد واحدة بس، 2 هنا رد في شمعتين بس. انا عايز موجة، الموجة دي يا جماعة 4 5 شمعات، ما ينفعش انت تقولي شمعة شمعتين، 3 شمعات برضو صعبة. موجة، انا عايز موجة من الشموع. تمام. وبرضو واحد مثلا ممكن يجي يقول لي ايه، يقول لي انت في حاجة زي دي لو انا ممكن اعتمد على الاغلاق هبقى احطه هنا والستوب لوس بتاعي هنا. هقول لحضرتك لا، انا عايزك تفهم معايا الفكرة، لان مستقبليا ان شاء الله انت هتبقى تدخل معايا، هنعودك ان انت تدخل على فريمات صغيره زي ما انا بندخل فريم ال5 دقايق وفريم الدقيقه. تمام. في صفقه زي دي انت ممكن تكون داخل بيع من هنا، ويعني مش عايز نتكلم عن نفسي بفضل ربنا يعني، بس القناه هنا فيها فيديوهات تشهد. انا عامل سلسله كامله للزيرو انعكاس والصفقات اللي انا بدخل فيها زيرو انعكاس، فاهم؟ برضو نفس الفكره. هنا زين هنا كده، دن. بص كام شمعة هنا، نقيسه 7 ايام 5 شموع، يعني اسبوع كامل السعر عمال يكون في الموجة دي. تمام. انت هنا السعر راح كسرها هنا، تدخل هنا، هدفك فين؟ هدفك اهو، شكرا.
ستوبك فين، ستوبك هنا، بتجني اول حاجة هنا، وهكذا. تقعد لحد ما تتعود مع ترندات دي مارك. زي ما قلت لك، تدخل على فريم اصلي، فريم بقاله سنة شغال، ترسم على اجسام الشموع بس، اخرك فيه تصحيحات لل4 ساعات وتتعامل. ولو انت مثلا سمعت الفيديو ورحت طبقت لقيت حاجة مختلفة، تعالى اكتب لي تحت في الكومنتات ونتناقش انا وانت. اتمنى تكون استفدت بالفيديو. ان شاء الله تعمل لايك وسبسكرايب للقناة، وزي ما قلت لك لو عندك اي استفسار يا ريت تبقى تسيبه تحت في الكومنتات. اشوف وشكوا على خير ان شاء الله، مع السلامة.